واش عمرك تخيلتي باللي ولد من تونات قرا في حشابي في يعقوب المنصور وفي مدرسه عموميه يقدر يولي الوجه الدبلوماسي ديال المغرب قدام العالم كامل؟ في عام 1963 زاد واحد الولد في تونات، كان هو ثالث من بين 5 ديال الاخوات ديالو، تربى في حشابي في الرباط، ما كانش عنده واسطه، ما عندوش عائله في الدوله، كان غير واحد الطالب كيقرا القانون في جامعه محمد الخامس. خدا الاجازه ديالو في عام 1991 في العلاقات الدوليه، ومن بعد دار ماستر في القانون الدولي العام، وزاد عمق التكوين ديالو وقرا حتى في لانستيتو ديتود بوليتيك باش يفهم السياسه الدوليه من الداخل وكيفاش كيتبدا القرار بين الدول. هذا ماشي تخصص مطلوب في السوق وماشي تخصص كيجيب الفلوس. في عام 1992 دخل وزاره الخارجيه كموظف عادي، ما كانش معروف، ما كانش كيبان في التلفازه، كان كيخدم في الظل. الثقه الصغيره اللي كانت عنده في الاول بدات كتكبر شويه بشويه، مثل المغرب في فيينا، من بعد بروكسل، حتى وصل لمقر الامم المتحده. في عام 2011 ولا الامين العام للوزاره، وفي 2016 ولا وزير منتدب. في عام 2017 عينوا الملك محمد السادس وزيرا للشؤون الخارجيه، ومن ذاك النهار بدا مسار جديد في الدبلوماسيه المغربيه. من ديما اختار اسلوب هادئ ولكن حاسم، وقف قدام وزراء من الشرق وقدام مسؤولين كبار في الغرب، يهضر بلغه المصالح وكيقلب ديما على التوازن، ديما عنده مواقف واضحه وعنده خطاب مباشر، ثقه في الكلمه المغربيه. وهذا الشيء كامل في دين راجل واحد تزاد في تونات، سميت هذا الراجل ناصر بوريطه. اللي بغيت نقول لك بعض المرات ماشي ضروري تبان انت الاول، وماشي ضروري تكون تحت الاضواء باش تكون مؤثر. النجاح بعض المرات كيبدا في قاعه صغيره، في ملف كتقراه مزيان، في مهاره كتطورها كل نهار. واللي بغيت نقول لك انه داكشي اللي كتزرع اليوم في السكات غدا يقدر يكون هو التاثير اللي يبدل الموقع ديالك ومكانتك في العالم.